خوتي العزاز السلام عليكم. قبل ما ندوزو نشوفوا الفيديو كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه، وبغيت نقول لكم بان القناه ديالنا متعرضه للسيليال من عند الذباب الالكتروني ومن عند بوصبع الازرق، وشحال من واحد مشترك معنا هنا في القناه ما كيوصلوش الاشعار نتاع الفيديو اللي كنحطوه. لهذا كنطلب منكم اخوتي باش تعاونونا بالبارطاج وتعاونونا بلي لايك. دخلتي شتي الفيديو ما تخسر والو الا خليتي لنا لايك وخليتي لنا واحد التعليق اولا جوج اولا ثلاثه. خوتي العزاز سمحوا لنا الا كثرنا عليكم في الدخله هذه ديال هذه الحلقه. يلا نشوفوا اول فيديو. ايش فيه؟ وتونس امتى دخلتوا الاسلام؟ من امبارح. باي قضيه بدكم تاجروا؟ احنا مسلمين، احنا الفلسطينيه بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوا ثلاث ارباع احكامكم الشرعيه رافضينها. انتوا مشكوك باسلاميتكم اصلا. ايش اهل تونس بتدافعوا عن فلسطين ويدافعوا عن الدين الاول، ودخلوا الاسلام بعدين نتشحر نحكي اللي بدكم اياه. ودخلوا الاسلام يا اهل تونس الاول، لا تعطلوا الاحكام الشريعه بعدين احنا نقاتل لفلسطين. لا تعطلوا احكام الشريعه الاسلاميه. ولا انتم فاكرين تتحرر بسفينه تطلع من الجزائر وتطلع من تونس وتطلع من ليبيا باتجاه غزه. غزه جرافيك كلها بحر، ويا جزائر ويا تونس ويا ليبيا فيش شيء بينهم وبينها مياه اقليميه. اطلعين ولا انتم بس مواليد بتطلعوها عشان تطلعوا بالهجره الغير شرعيه؟ ولا انتم بس هيك بتستخدموا المواني؟ جايين تحكوا على مصر اللي صار بتقولوا على ان يا اخوي حاميه اولادها، حاميه نسوانها، مش عندها مرتزقه وقبائل وخان البين، مش ماسكه البوليساريو ونازله نتف في المغرب. ايش في وحده الله؟ ايش في؟ مش لازم ننشر الغسيل. اما اللي جايين بالسيارات والسيجاره من برا الشباك وبيب بيب علم فلسطين وبيب بالسيارات، شفتوهم؟ انتوا شفتوهم؟ القضيه الفلسطينيه توك توك، كل ما واحد لقى حاله زهقان اخذ له مشوار، بعدين يا اخوي ايش عيطتوا وذبحتوا الخرفان واكلتوا سم الهاري وفتلتوا كعك، ولا جايين تتسلل بقافله عشان تقعدوا تأرجلوا على رفح؟ كل واحد ماسك لي الدخان من الشباك وبيطبل. فكرت والله العظيم انه كسبوا كاس داخلين. تحيه كبيره لهذه الاخت الفلسطينيه اللي عطات درس قاسي لقافله النظام الجزائري المشبوه. شنو المطالب ديالك وزير النقل؟ ها؟ وزير النقل تيتفرج فيك، قول لي المطالب ديالك. جيبوا لنا ما بارد، جيبوا لنا خيم، جيبوا لنا احتياجاتنا. رانا تعبنا، رانا معانا رجال كبار، رانا معانا نساء، راه الشمس قويه، راه ما عندناش حتى التواليت، راه حتى النساء باش يدخلوا التواليت ما عندناش تواليت، عندنا صحراء منا. جيبوا لنا على القليله تواليت متنقله باش ينجموا يقضيوا فيها حمام، بيت حمام متنقل باش ينجموا يستريحوا. مانيش ايوا كيف ما قال بوتفليقه الله يرحمه وين حبيت. أهلا وسهلا بكم. في ظل النزاع والفتنة اللي راها نايضة بين المغرب والجزائر، دائما مع المقارنة، اليوم نديروا مقارنة بين المغرب والجزائر ونخلوا المستمع الكريم هو اللي يحكم بحكامه من باب الحق والإنصاف. اليوم غادي نهضروا على المساعدات الإنسانية اللي قدمتهم الجزائر لفلسطين، ونهضروا على أومنطون المساعدات الثانية الإنسانية اللي قدمتها المغرب لفلسطين، ونشوفوا حكايتها كيفاش. غادي نبدو بالمغرب. المغرب فريمون راه يطبق الشريعه نتاع الا تبغي تصدق باليمنى اليسرى ما خصهاش تعرف شحال صدقت. هاد الصور اللي راكم تشوفوا فيهم والله العظيم لو كان نتايا ما تدخلش تبحث فيهم والله ما تعرف. داروها في السكات، حتى واحد ما على باله. وهذه المرة العاشرة اللي راهم يبعثوا لي زاد هومانيتير لفلسطين، والفلسطينيين كاع راهم مستعرفين ويكنون احتراما للمغرب. عندك لي بالات، المساعدات الغذائية، الدواء، يعني كالكونكري والملموس، المساعدات نتاع الصح. وما قال باللي انا يا سعدت، ما قال باللي درت ما والو، مخليها في السطرة. علاش ربي مبارك لهم ومحافظ لهم على بلادهم. اما حنايا القردة الخاسئين شقلالة اللي داروها المندبة كبيرة والميت فار. شفنا في هذوك المساعدات؟ شفنا غير الكيران راكبين فيهم دوك القرودة، رافدين الشراميط والشراويط نتاع تونس وتاع الجزائر وقاعدين يريشوا بهم. وراهم هاد المساعدات اللي هدرتوا عليهم؟ ما شفنا باليطات، ما شفنا غذاء. ها وانت راك ماراكش مشبع تاكل شك. رايح بين انت دير لي مساعدات نتا لفلسطين، انا شت غير القرودة ينبحوا. شتو نتوما المساعدات؟ شت غير الكيران، القرودة مخرجين يديهم رافدين الشراميط نتاع العلامات وقاعدين يذبحوا كالضبوعة.
زعما باللي رانا هنا، زعما باغيين يبينوا للعالم باللي غادي نساعدوا فلسطين. هنا تعرف باللي العقده هذا يقولوا له، هذا سموه الفشل في كاع الميادين. مين تكون بلادك فاشله في كاع الميادين تبغي هكا تحوس غير تتنفس. اما المغاربه ما يهدر ما والو، المغاربه الفعل، وحنايا بلا 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 وهبلنا العالم. حتى جا عبد الفتاح السيسي عطانا تصرفيقه نتاع كلاب. غير راك غادي انت يا رافد لينا تطبع عليا انايا، شاورتني انايا، ها خديت القرار تاعي انايا يا وحده القروده. ونزيد لكم حاجه التاليه، هذا اللي راه يقول لك بدات من الجزائر وراحت، لا ما بداتش من الجزائر خوتي، بدات من تونس. الجزائر غير التحقوا بالتونسيين. صنت لي مليح غادي نقول لك، على خاطرش هذه مهمه، باسكو رانا نسمعوا في صحافه العار وقنوات الزيكو يقول لك بدات من الجزائر ومن بعد راحت لتونس ومن بعد راحت لليبيا. لا خوتي، لوريجين تاعها في تونس. الجزائريين التحقوا بهم، على خاطرش في الجزائر ممنوع منعا باتا دير مظاهره. الجزائر يشوفوا مجموعه اكثر من 10 تاع ناس يجوا يرفدوهم. هادو اللي راهم يقول لك باللي بدات من الجزائر، هادي لو كانت على الصح بدات من الجزائر سينساو فلسطين. تولي تسمعهم يقولوا تابونا مزور جابوه العسكر، صاي من تما ينوض الحراك. لو كان لي زالجيريان تعطيهم فرصه باش يتجمعوا كيما اللي راهم يقولوا الناس، زعما يقول لك بدات من الجزائر، والله العظيم غير ينساو غزه وينساو فلسطين. على خاطرش الجزائريين راهم مظلومين اكثر من فلسطين، راهم جيعانين اكثر من فلسطينيين، راهم مغبنه اكثر من فلسطينيين. الجزائريين راهم يعيطوا لنا المعذبون فوق الارض. جهنم ولات هاد الجزائر. الور تخيل انت تعطيه الفرصه باش يتجمع في الجزائر، ينسى فلسطين، تم يدير لك مظاهره وينوض الحراك. تما تولي تسمع تبون ديغاج تبون ديغاج. علاش راهم عارفين الجزائر راهم مانعين التجمعات والمظاهرات. علاش هما قال بدات في تونس، تونس ما راهمش مانعين المظاهرات. الجزائريين غير التحقوا بهم، القروده هذوك اللي كانوا في الكيران هذوك غير التحقوا بهم. شاد بوطه تاع سردين ما داينهاش معاهم مالك. شو راهم هاد المساعدات؟ انا ما فهمتش. انا شفت غير الكيران والقروده. قول لك مساعده، شاكم داين لهم العدس؟ لو راك داير العدس تروح انت تاكله راك جيعان. جماعه الخير، نتمنى ان شاء الله نكون عرفت كي نوصل الرساله. تحياتي لهذا الجزائري الحر الاخ سفيان اللي دائما كيعطي العصير في كاس كبير لبوصبع الازرق. ودابا خوتي العزاز غادي ندوزو غنشوفوا اخر فيديو اللي غادي نشوفوا فيه واحد التونسي اللي كيهضر حتى هو على هاد قافله الصمود. معناتها اولا نسبوا قافله الصمود ولاو يحكيوا باسمها في مرحله اولى، وفي مرحله ثانيه يحاولون تحويل وجهتها، ما عادش ضد الكيان الصهيوني ضد العدو الصهيوني، اصبحت ضد جمهوريه مصر العربيه والجيش المصري والرئيس السيسي. هل هذا معقول؟ يا اخي احنا تو ما نقبلوش على رواحنا، احنا نقبلوا شكون يسب بلادنا، يسب رئيسنا، يسب جيشنا، يسب امننا. احنا نقبلوا شكون يدخل لبلادنا دون احترام الاجراءات القانونيه؟ بطبيعه الحال لم نقبل ولا نقبل ولن نقبل. فبطبيعه الحال ليس لنا الا ان نحترم سياده الدوله المصريه التي لم ترفض وانما دعت الى احترام القانون والى القيام بالاجراءات المتبعه والمعمول بها مع كل الوفود السابقه التي تم استقبالها، لا اكثر ولا اقل. اذا اليوم اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تعطيوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك والبارطاج، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. اللي باقي ما اشتركش معنا مرحبا بكم خوتي، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب، والسلام عليكم.